يلا يا جدعان نساعد اللي هيبقى فيها. كيلو باميه انت اللي فيها بلاويزه. يلا روح بقى استفاد. يلا يا ميدو يلا يا ميدو يلا يا ميدو. بلاويز هسه بلاويز لسه. تعالى اخيرا. بس يا ميدو، هو المكان ده محدش هيلاقينا هنا. يا عم لا يا عم لا، ده شكله مرعب وريحته، وبعدين ريحته وحشه. يعني هنغير مكاننا؟ يلا بينا يا عم. طب يلا. في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شكلها عجله يالا حماس. الله ايه ده؟ شيلها كده شيلها. ميدو الله يا ميدو، العجلة شكلها جميلة قوي. حلوه قوي. الحق الرفرف. ده هي عايزة تتصلح دي. انت تعرف واحد ميكانيكي نوديها له؟ طب يلا بينا نروح نوديها له. انت بتعمل هنا؟ ايه انت خدتني ازاي؟ تعالى نروح ندور. انما بقى انا هوديك عند حته دي الراجل يا حماصه. ليه؟ طبيب دكتور في العجل. يا عم انا يا ريت بس يصلحها. لا واسمه ايه مميز كوش. يا سلام. طب يا عم يا رب يعمل لنا يا عم هيروق لك على ما تقلقش انت بس اوعى تقول له اللي احنا لاقيين، عشان هياخدها يقول لك بتاعت الواد كان مأجرها وسابها هناك وهيعمل حوار. قول له اللي هي بتاعتك الشخصيه. بس يلا. يلا عشان دخلنا عليه. اثبت نفسك بقى. يلا. معلم اوشا. يا دكتور اوشا. يا دكتور عايزين ياض انت وهو. امال ايه يا عم ميدو؟ ياض انت هو ياض. معلش بقى تلاقيه ما يعرفش بقى، اصل هو بس لسه صاحي من النوم كده، ان هو بينام 24 ساعه. بس بقول لك ده شكله طلع فعلا طبيب بالبلطو اللي هو لابسه يا ده. عم قلت لك هيعجبك بقى خلاص. يلا. انجز يا حبيبي انت وهو، عايزين عشان عندي شغل جوه. لا ما تقلقش، دي حاجه بسيطه بس. كنا عايزينك بس يعني تعمل لنا تيست على العجله دي، ان هي ايه، احنا وكده المعلم حماسه وقع بيها وبتاع وهو ماشي، فعايزين بس تشوف لنا الرفرف وتروق لنا عليها من اي حاجه ناقصه فيها، واللي انت عايزه هتاخده. ما تقلقش من ناحيه الفلوس يا معلم. وريني ياض العجله انت وهو دي ياض. يا نهار اسود اتقفشنا. ده ايه اللي جي ياض العجله دي ياض؟ انتوا جايبينها منين ولا لاقيينها فين؟ الحمد لله. دكتور ده جدي كان سايبها لابويا ورث يعني وكده. خلاص ماشي. طيب والعجله دي هتاخد لها في رينج كام كده فلوس وكام يوم يعني يا دكتور؟ يعني مينيمم. ما تشوف يا عم ميدو الدكتور اللي انت جايبه ده على انها شكله رافع شريط. وبعدين ايه مام دي، من امتى هو بياخد الاجره يا مام؟ بس سيبوني اكمل كلامي. مينيمم يعني اقل حاجه 3-4 ايام، وهتتكلف سكه 1000 جنيه عشان قطع غيارها نادره انتوا عارفين يعني. خلاص 3-4 ايام ايه يا عم؟ وبعدين 1000 جنيه انت لاقي تاكل؟ انا معيش حتى المام اللي هو بيقول عليه. طب يلا يا عم نمشي يا عم. يلا يا عم نمشي يا عم. شكرين يا دكتور. خلاص مام وطبخ واكل. غوري ياض انت وهو. انا المفروض اخد منكم كشف اصلا، انتوا عيال ريمه. ما فين يا عم ميدو حماسه دول؟ يا عم انا زهقت. لا يا عم انا نمشي يا عم. معلش يا حبايب قلبي اني معطلكم، بس اللي بيتفرج الفيديو لحد دلوقتي ما داس لايك فينزل تحت يدوس لايك ويعمل اشتراك للقناه. عايزين نوصل 100,000 اخ واخت قبل نهايه السنه دي باذن الله. احنا نقدر. يلا بحبكم سلام. طب وبعدين بقى العمل دلوقتي يا عم مين؟ مش عارف، انا تعبت الشمس والدنيا حر، انا مش عارف اعمل ايه. ما قدامش حد كده في دماغك يعمل لنا يا عم ام العجله دي وياخد اللي هو عايزه، بس ما يكونش بقى في حدود 1000 ويعمل لنا زي الدكتور بتاع المام ده. بس جات لي فكره لقيت. يلا بينا نروح له. يلا يا عم. ازيك يا حاج عامل ايه؟ ايه ده حماصه؟ ده ايه العجله اللي في ايدك دي يالا؟ انت سريعه ولا ايه؟ لا يا حاج سارقين ايه؟ ده العجله دي بتاع ميدو مش صح انا بتاعتي انا يا حاج بتاعتي. اهو شفت؟ طب انت عايز ايه دلوقتي يعني؟ والله يا حاج احنا دورنا على حد يصلح لنا العجله ديت، ما لقيناش حد احسن منك يعني يصلحها. يا عم خلاص ماشي، بس ليا شرط. شرط؟ من امتى ابوك اصلا ليه شروط يا عم حماسه؟ يا عم سيبه. ايه الشرط بتاعك يا حاج؟ انا
لازم ناخد لفه بعد ما اصلحها. بس كده يا حاج، ده انت تاخد عينينا كمان، ده احنا عندنا ليك يا ليك يا حاج. حاج والله. طب هات يلا وديني العجله دي. خلاص ماشي يا حاج، خد العجله اهي. سيبني انا بقى اتعامل. خلاص بقى يا عم ميدو، احنا حضرنا اهو، يلا نمشي بقى احنا ونسيبه يعملها. يلا بس عارف يعملها. 1 hour later. الحمد لله اشتغلت اخيرا. ما ناخد بقى اللفه. يا حاج خلصت العجله؟ كده انت كده حماصه انت وميدو. خدوا يا عم العجله اهي، ده انا صلحتها لكم ومش عايز منكم لفات كمان. يلا اتكلوا على الله. طب هات عندك يا حاج. ايوه انا ميدو. اركب. هتسوق. يلا عليك، يلا قدامي، يلا قرب. السويد ده احنا ما لحقناش نمشي خطوتين العجله اتخرب. واضح ان ابوك بيعرف وان ابوك انا مش عارف، انا حاسس ان ابويا عمل فيها حاجه والله لما احنا سيبناها له كده. مش عارف. انا مستغرب برضه ازاي انا عطاها لنا. حاسس ان يكون لعب بيها ووقع بيها وسابها لنا كده. انا مستغرب اصلا لما عطاها لنا قال لك انا مش عايز اللفه. ده ازاي يعني؟ مش عارف. قوم يا عم نركنها بقى، هي حد بس لنا فيها. خلاص بقى تتركن دي لحد ما نشوف حد يصلحها. في عجله ملعونه اصلا. هي شكلها ملعونه. انا حاسس ان هي ممكن تكون عجله سحريه. بتعمل ايه يعني؟ مش عارف. بس ممكن تهموت. تفتكر هتحقق لنا احلامنا؟ مش عارف، ممكن. يلا. نبقى نشوف الموضوع ده بعد.